السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء السادس من عثمان، وطبعا اللي ملايين من الناس بتتابعه قبل السيطرة على بلا من صوفيا. هل صوفيا اعترفت لبلا بالحقيقة عن بنتها؟ لا، اللي حصل ان بلا جات لها رؤية بان هي راحت عشان تزور القبر بتاع بنتها حليمة. لقت ملاك أبيض أو فتاة لابسة أبيض على هيئة ملاك قاعدة على القبر بتاع حليمة. كانت بلا بعدتها تاخد حاجة يعني مليانة لبن وكده. اندلق اللبن على القبر بتاع حليمة. خرج من القبر وردة جميلة جدا منورة نور قوي جدا. استغربت بلا من الزهرة الجميلة اللي خرجت. على بال ما بصت على الفتاة اللي هي لابسة أبيض لقيتها مشيت وراها بلا وقعدت تنادي عليها: توقفي توقفي. طبعا بلا أول ما شافتها حست إحساس غريب جدا، وقعدت تبص عليها وتقول لها: توقفي توقفي. كانت مع الفتاة حجاب، والحجاب دوت كان يخص ابنتها حليمة. فخدت الحجاب وحطته على آه، الحاجة اللي تخص حليمة اللي هي محطوطة على الحجر بتاع القبر بتاعها، وده كان حجاب. طبعا بلا راحت مسكت الحجاب وبصت له، قالت: الحجاب دوت يخص حليمة بنتي. طبعا هنا بلا بصت على اللبن المدلوق، لقت الوردة بتكبر والزهرة بتكبر وتدي إضاءة جامدة. بصت على الفتاة لقيتها مشيت بعيد، فمشيت وراها بلا وهي تنظر إليها مستغربة: انتي حليمة بنتي، انت حليمة بنتي، انتظري. وقامت بلا تمشي وراها، مدت ايدها عشان خاطر تمسكها، لكن مش طايلاها خالص، وتقول لها: انتظري انتظري. لغاية ما بلا طبعا شكت ان دي بنتها، مسكت الحجاب وقالت انها حليمة بالفعل، فهي بنتي. طبعا حاولت ان هي تمسك بيها وحاولت ان هي توقفها، لكن الفتاة الملاك ذهبت بعيد. وبلا ما قدرتش ان هي تمسك بحليمة مع انها متأكدة اللي ماشية دي بنتها. وفجأة صحيت من النوم قبل ما تلمسها. كان عثمان ماشي معاها بالحصان عشان يروح يعالجها. قالت له: مجرد حلم. المفاجأة هنا الكبيرة إن صوفيا راحت القلعة بعد ما حاولت قتل عثمان وأفراد عائلته، وكانت متعصبة جدا على الجنود، وقالت لهم: أي حد غريب يخش القلعة اقتلوه فورا. وكانت المفاجأة هنا اللي عاملاها صوفيا تبين لينا أشرس وأقوى وأجمل فتاة هتشوفوها في الجزء السادس مع المؤسس عثمان. فتاة المفروض إن الفتاة ديت بتقول لها: يا خالتي. طبعا الفتاة ديت هي حليمة بنت عثمان وبلا. وطبعا صوفيا مفهماها بإن عثمان وبلا هما اللي قتلوا أبوها وأمها ويتموها، وهي ربتها زي ما هي اتربت تمام، وعلمتها فنون القتال كلها وخلتها شرسة جدا جدا أقوى منها. وفعلا الفتاة جت دخلت القلعة وقعدت تتنطط على الأسوار وتقتل في الجنود بشراسة قوية جدا. وبعد كده وقفت قصاد صوفيا وابتدوا إن هم يتدربوا قصاد بعض جامد، ولكن صوفيا ما قدرتش عليها لأن البنت قوية جدا. وحاولوا الجنود يمسكوا بيها ما عرفوش، وفعلا البنت قدرت إن هي تسيطر على صوفيا. كل ما تسمع اسم عثمان أو بلا تتعصب جامد جدا وتقول في سرها: عثمان، بلا، سأقتلكم، سأتخلص منكم. وطبعا جاية وكل الشراسة والقوة موجودة بداخلها. ايه اللي بتفكر فيه صوفيا دلوقتي؟ صوفيا بتفكر بان تدخل بنت عثمان القبيلة على اساس ان هي حليمة بنتهم. وطبعا هي فعلا بنتهم، وده اللي طبعا
حير ناس كتيرة جدا، وخلى ملايين من الناس يتفرجوا على المسلسل التاريخي، مسلسل المؤسس عثمان، اللي بقي جميل جدا وكلنا بقينا نتابعه ونستنى الحلقة من يوم الأربع ليوم الأربع عشان تنزل الحلقة الجديدة. حليمة بنت عثمان خطفتها صوفيا وهي عندها حوالي 7 سنين، واهتمت بتربيتها، وابتدت إن هي تخلي منها شخصية شرسة جدا، وخلتها للوقت المناسب اللي هتوديها قبيلة القاي عشان تنتقم من عثمان. وكل ما تسمع كلمة عثمان تبقى العصبية اللي قدامكم ديت والشراسة اللي هي قدامكم دي. هل حليمة هتقدر تقتل عائلة عثمان؟ أهم حاجة حضراتكم بعد ما شفتم الأمر قدام منكم، الذئبة وهي ذئبة قبيلة القاي اللي شرفت الجزء السادس، بسم الله ما شاء الله عليها زي القمر جدا، وانا اول معجب يعجب بيها. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا اشتراك وتفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في التعليقات ايه رأيكم في الشرح بتاعي. هل اقدم لكم تفاصيل مدبلجة